نتحدى اي وحده عندها مشكل في خبز الدار بهذه الوصفه، مستحيل ما ينجح لكش. الوصفه هذه تقليديه 100% بدون اضافات، ما فيهاش حتى اضافات اللي راهم يديروا فيهم دوكا. هذه الوصفه نسميها وصفه نتاع العجايز. عم بالكم كي يعود يطيب تشموا الريحه هذيك تاع زمين تاع عمويتكم تاع جدتكم، الرجوع الى الزمن الجميل. المهم وصفه رائعه قطنيه مضمونه 100%. جيبي حاجه تكيلي فيها سواء علبه تاع مارغرين ولا كيس فرغانين، ونكيلو به. عندنا 3 كيسان سميد متوسط، 2 مغارف خميره، 2 مغارف سكر، ومغرفه ممسوحه نتاع ملح. بنفس الكيله نكيلو نص كيله نتاع زيت، نديرو حفره في الوسط هكذا، نصبوا الزيت تاعنا، نروحو نزيدو كيلو كيله قد نتاع ما بصح يكون دافي، نصبوه على الزيت ونحركو، نصبوا الماء على الزيت ونخلطوهم مع بعضهم. ما نديروش طريقه التبسيس تاع الزيت مع الدقيق ومن بعد نصبوا عليه الماء، نصبوا الماء مع الزيت نخلطوا مع بعضهم وندمجوا الخليط كامل مع بعضه ونوصلوا العجن. نبقاو نعجنوا هكذا حتى نحسوا العجينه نتاعنا راهي تلمت بين يدينا مليح. كي تحسوها تلمت بين يديكم مليح، روحوا زيدوا نص كيله نتاع ماء. هاد النص كيله تاع الماء تبقاو تضيفوا فيها بالعقل حتى تشوفوا العجينه تاعكم تلمت. تقدروا هذيك النص كيله ما تستعملوهاش كامله، يعني تقدروا تستعملوا غير الربع، سا ديبون على حساب العجين اللي عندكم ولا السميد اللي عندكم. تبقاو تعجنوا فيها بالطريقه هذه، تتحصلوا على عجينه ملساء هكذا من فوق. حطوها تطلع، كي تشوفوها طلعت عاودوا ديغازيوها، نحيوا لها هذاك الغازات هذوك، عاودوا اعجنوها ثاني المره الثانيه. وهذا هو السر نتاع الريحه اللي قلت لكم تجي تنفنف بزاف. من بعد تقسموا هذه العجينه تاعكم على زوج، راح ديرنا 2 قروص كبار، نكونوا مشعلين الفور تاعنا، نزيدوا نحلوهم هكذا، نخليهم يزيدوا يطلعوا للمره الثالثه، يطلعوا من بعد تدهنوهم بصفار البيض، ديروا فوقهم سينوج، الجلجلانيه، الحبوب المنسمه، هذا كل واحد ذوق تاعو. المهم دخلوا الفور تكونوا مشعلينه غير من تحت، كي يطيب من تحت تزيدوا شعلوا له من فوق. وهذه هي النتيجه النهائيه. كانت معكم اسماء بالقا، ونغارونتيك بلي هذه احسن وصفه راح تجربيها بدون اي اضافات، ساهل ماهل وثمثم يوجد.